لو عاوز الصراحة أنا مش منبهر من قدرة تحملك، ومش منبهر من ثباتك اللي مش مبرر، ومش منبهر من قدرتك المبهرة على التأقلم مع الظروف، ومش منبهر إنك بتعمل كل حاجة وعودت اللي حواليك على ده، وعارف إن كلامي ممكن يكون بيبان غبي أو مستفز، وعارف إن في ناس دلوقتي بتقول هو الراجل ده مجنون، وأيوة ممكن أكون مجنون، فخدني على قد عقلي نص ساعة. أصلا أنا كل ما بقعد مع حد بلاقيه بيفتخر إنه اتأقلم، أو إنه بقى متعود، أو إنه بيقدر يعيش في أي ظروف، بلاقي نفسي مش منبهر. بالعكس، أنا ببقى قلقان لأن في حاجات في الدنيا دي المفروض ما نتعودش عليها أصلا، وفي حاجات أول ما بتبقى عادية زيادة عن اللزوم لازم نقف ونسأل نفسنا، هو احنا فعلا بقينا أقوى؟ ولا في حاجة تانية حصلت من غير ما ناخد بالنا؟ استنى، خلينا نشوف التعود من زاوية تانية. التعود غالبا ما بيبدأش كحدث كبير، هو بيبدأ كعلامة صغيرة جدا زي بقعة على الحيطة في مكان بتعدي عليه كل يوم. أول مرة بتشوفها بتتضايق، بتقول لازم تتشال، بتفضل عينك تروح لها كل ما تدخل الأوضة، بعد أسبوع بتبص لها أقل شوية، بعد شهر بتبطل تلاحظها، وبعد سنة أي حد يدخل المكان بيشوفها من أول ثانية إلا أنت. البقعة لسه موجودة، ما اتشالتش وما اتنضفتش وما اختفتش، اللي اتغير مش الحيطة، اللي اتغير عينك. المشكلة إن البقعة الصغيرة لما تعيش معاها كتير بتبدأ تبقى جزء من لون الحيطة، مش حقيقي بس عينك بتصدق. وده اللي بيحصل جوانا، حاجة كانت زمان واضحة جدا بعد التكرار بتبقى عادية، كلمة بتضايقك، طريقة بتستنزفك، مسؤولية ماهيش بتاعتك، خوف متكرر، سكوت زيادة عن اللزوم. كل واحدة منهم في الأول بتظهر كبقعة، وبعد كده بتتحول لون، ومع الوقت ما بتبقاش بتسأل هي البقعة دي جت منين، انت بتبدأ تسأل هو أنا ليه مركز معاها. وده أخطر انقلاب بيعمله التعود، إنه ما بيشيلش الغلط، لكنه بيخلي عينك تشك في حقها إنها تشوفه غلط، يخليك تقول لنفسك ما يمكن أنا مكبر الموضوع، ما يمكن كل الناس عايشة كده، ما يمكن ده الطبيعي، ما يمكن أنا حاسس بزيادة. وهنا البقعة ما بتبقاش بس على الحيطة، دي بتبدأ تدخل جوه عينك، جوه نظرك، تبقى شايفها بس مش مصدق إن من حقك تتضايق منها. عشان كده أول ضربة في الحلقة دي لازم تبقى واضحة، التعود مش إن الحاجة تختفي، التعود إنك تبطل تشوفها. وأخطر حاجة في التعود إنه ما بيغيرش الواقع، هو بيغير نظرتك للواقع. في ناس مش مشكلتها إنها عايشة غلط، مشكلتها إنها بطلت تستغرب الغلط. في الأول كنت بتعترض، بعد شوية بقيت تشرح، بعد شوية بقيت بتبرر، بعد شوية بقيت بتدافع، وبعد فترة أطول نسيت أصلاً إن في حاجة كانت غلط. ودي مرحلة مخيفة جداً، لأن طول ما أنت مستغرب فأنت لسه صاحي، لسه حي، لسه شايف، لسه في جهاز إنذار شغال. لكن أول ما الاستغراب يختفي الخطر بيبدأ يلبس لبس العادي، البقعة بتفضل مكانها بس أنت تبدأ تعدي من قدامها كأنها مش موجودة. عارف أخطر حاجة في التعود إيه؟ إنه ما بياخدش الألم بس. اهدى وافهم، التعود بيخدر جهاز الإنذار بالكامل، وفي فرق كبير بين الاتنين. الألم أحيانا بيكون نعمة، الضيق نعمة، الاستغراب نعمة، إحساسك إنك في حاجة مش مظبوطة نعمة. الحاجات دي بتقولك خد بالك في حاجة هنا محتاجة تتشاف، لكن التعود بيجي بهدوء ويقولك ولا يهمك، كمل، عد، ما تكبرش الموضوع، استحمل. وبعد شوية تلاقي نفسك عايش وسط الحاجات لو شفتها في حياة حد بتحبه هتخاف عليه، لكن لما بتحصل لك انت بتقول عادي. وده بالذات اللي مخليني مش منبهر بسهولة كلمة اتعودت، لأن مش كل اعتياد نضج، ومش كل سكوت حكمة، ومش كل احتمال قوة. في فرق كبير بين واحد ارتاح فعلا وواحد بطل يحس انه تعبان، في فرق بين واحد اتصالح وواحد استسلم، في فرق بين واحد تجاوز وواحد اتغطى من جوه. أحيانا الإنسان لا يشفى من الألم، هو فقط يتعلم كيف يمر بجانبه من غير ما يبص عليه. ولو عاوز تعرف انك اتعودت ولا اتعافيت، اسأل نفسك سؤال واحد بس بسيط، لو نفس الحاجة بتحصل لحد بتحبه هتسميها ايه؟ لو الإجابة مختلفة عن الاسم اللي بتديه لنفسك يبقى في حاجة محتاجة تتشاف. مش كل اللي بطل يوجع يبقى اتعالج،
ساعات اللي بطل يوجع بيبقى لأنك فقدت الإحساس بالمكان نفسه. التعود بيحب يغير أسماء الأشياء، ما بيسيبش الحاجة باسمها الحقيقي. السيطرة بيسميها اهتمام، التدخل بيسميه خوف عليك، الإهانة بيسميها هزار، الاستنزاف بيسميه مسؤولية، والعطاء بلا حدود بيسميه أصل طيب. ومع الوقت تلاقي حياتك مليانة يافطات محترمة على حاجات محتاجة تتكشف، كأنك حاطط برواز حلو فوق بقعة في الحيطة. البرواز ممكن يلهي العين شوية لكن مش هينضف الحيطة، بالعكس ساعات البرواز بيخلي البقعة تعيش لفترة أطول لأنها بقت متغطية بشكل شيك. أخطر حاجة في الاسم الغلط إنه بيخليك تشك في إحساسك. لما الإهانة تبقى هزار هتسأل نفسك هو أنا حساس بزيادة؟ لما التحكم يبقى خوف عليك هتسأل نفسك هو أنا مش مقدر الحب؟ لما الاستنزاف يبقى مسؤولية هتحس إن راحتك أنانية. ولما العطاء الزائد يبقى كرم هتحس إن أي حد تقوله مش قادر كأنك خذلته. هنا التعود مش بس بيطول عمر المشكلة، ده بيشوه علاقتك بنفسك ويخليك تعتذر عن ألمك وتدافع عن اللي بيتعبك وتطلب السماح لأنك أخيرا حسيت إنك موجوع. وده بيحصل بهدوء شديد، محدش بيجي يقولك أنا هعودك على الأذى، لا، الموضوع بيجي في تفاصيل صغيرة، كلمة بتعدي، موقف بيتكرر، حدود تتكسر، اعتذار ما بيجيش، طلبات بتزيد، وبدل ما تقف تقول في حاجة غلط تلاقي نفسك بتدور على معنى لطيف يخلي الغلط محتمل، كأن كل يوم بتدهن البقعة بدرجة قريبة من لون الحيطة لحد ما في الآخر تقنع نفسك إنها مش بقعة، دي جزء من التصميم. ومن زاوية تانية، أول مقاومة حقيقية للتعود مش قرار كبير، أول مقاومة إنك ترجع الاسم لمكانه، تقول ده تحكم مش خوف عليا، دي إهانة مش هزار، ده استنزاف مش حب، ده حمل زايد مش مسؤولية. التسمية هنا مش قسوة، دي رحمة، لأن الشيء لما ياخد اسمه الحقيقي بيفقد جزء من سلطته. البقعة التي لا تسمى تفضل تكبر في السر، لكن أول ما تقول دي بقعة تبدأ تستعيد عينك. خلينا أقولها بصورة من جوه البيوت، بس من غير ما نسيب نحور البقعة. في شخص في كل بيت تقريبا الناس بتتعامل معاه كأنه الصينية. الصينية اللي كل شوية حد يحط عليها كوباية، طبق، معلقة، علبة دواء، طلب، مشوار، هم صغير، مسؤولية ملهاش صاحب. في الأول الصينية خفيفة، بعد شوية تبدأ تتقل، واللي شايلها يفضل يوازنها، يرفع من ناحية وينزل من ناحية ويمشي ببطء علشان الحاجة ما تقعش. والغريب بدل ما الناس تشيل من عليها بيقولوا له خد بالك ما توقعش الحاجة، كأن المشكلة مش في زيادة الحمل، كأن المشكلة إنك مطالب تبقى ماهر في حمله. وفي ناس اتعودت تبقى الصينية دي في الشغل وفي البيت والعلاقات والعيلة، كل حد بيسيب عليهم حاجة، وكل ما الصينية تتقل الناس بتشكرهم أكتر وتقول له شاطر، برافو، يعتمد عليك دايما، قدها، أصيل، جدع. لكن قليل اللي يسأل انت لسه قادر، قليل جدا اللي يشيل كوباية واحدة من على الصينية. ومع الوقت الشخص نفسه بينسى إنه مش صينية، بينسى إنه له إيدين بتتعب وظهري بيتقل ومساحة محدودة، بينسى إن العطاء بقى بلا طلب وبلا راحة وبلا حدود، ويتحول من فضيلة لعبء متزين. واللي يخلي الموضوع خطر إن البقعة هنا مش بس في الخارج، دي كمان بتبقى جوه الشخص، علامة صغيرة بتقولك أنا لازم أشيل، علامة تانية بتقولك لو وقفت أبقى أناني، علامة تالتة بتقولك قيمتي في إني أكون متاح. ومع الوقت العلامات دي تتحول لقانون داخلي، الشخص ما بيحتاجش حد يضغط عليه، اسمع، لأنه تعود يضغط على نفسه قبل ما حد يطلب. وده أخطر أنواع التعود، لما يتحول الشيء اللي كان الناس بتعمله فيك إلى شيء أنت بتعمله في نفسك. ومن زاوية تانية، بعض الناس ما تعودتش على العطاء بس، دي تعودت على إنها تستخدم باسم العطاء. والفرق موجع جدا، العطاء الحقيقي في اختيار، في نفس، في فرحة، في حدود تحافظ عليه. إنما الاستخدام بيخليك تدي وانت بتنقص، بتبتسم وانت بتتاكل من جوه، بتشيل وانت من جوه بتسأل هو محدش شايف ان الصينية قربت تقع؟ مش كل حد يحمل كثيرا قوي، أحيانا هو بس لم يسمح له أن يضع الحمل على الترابيزة ويقول كفاية. أخطر جملة ممكن الإنسان يقولها لنفسه بمنتهى الثقة هي أنا كده. الجملة دي صغيرة جدا بس مصيبة،
ممكن تقفل أبواب كتير. أنا كده يعني ما تسألنيش، أنا كده يعني ما تحاولش تفهم، أنا كده يعني انتهى النقاش، مع إن الحقيقة غالبا أهدى وأرحم من كده. يمكن مش أنا كده، يمكن أنا اتعودت أبقى كده، وفرق كبير بين الاتنين. الأولى حكم مؤبد والتانية بداية مراجعة. الأولى بتدخلك زنزانة باسم الشخصية، التانية بتديك مفتاح صغير وتقولك يمكن في باب من الناحية دي. لما تقول أنا كده أنت بتحول السلوك لهوية، بتدي العادة بطاقة شخصية، بتخلي نمط قديم يلبس بدلة رسمية ويقعد على كرسي الإدارة. أما لما تقول أنا اتعودت، أنت بتسيب مسافة صغيرة بينك وبين الشيء، والمسافة دي مهمة لأنك ما تعرفش تشوف حاجة لازقة في وشك. لازم تبعد خطوة لورا. التعود بيكره المسافة، يحبك تبقى لازق لدرجة إنك تقول ده أنا. لكن الوعي لا، ده شيء أنا اتعودت عليه لكنه مش أنا، موجود في حياتي لكنه مش مالك حياتي. وده يرجعنا للبقعة. لو البقعة بقت لون الحيطة هتدافع عنها، لو التعود بقى شخصيتك هتدافع عنه، لو السكوت بقى هويتك هتزعل من اللي يقولك اتكلم، لو الحمل بقى قيمتك هتخاف ترتاح. عشان كده الخروج من التعود بيبدأ لما تفصل نفسك عن العلامة، لما تقول أنا مش البقعة، أنا مش الصينية، أنا مش الدور اللي اتساب عليا، أنا مش الطريقة اللي اتعلمت أعيش بيها لما ما كانش عندي اختيار. ومن زاوية تانية، النضج الحقيقي مش إنك تعرف نفسك وخلاص، النضج الحقيقي إنك تعرف تفرق بين نفسك وبين التراكمات اللي فوق نفسك، بين صوتك وبين صدى الناس، بين رغبتك وتعليماتك القديمة، بين اختيارك ورد فعل اتعلمته زمان. لأن في ناس كتير عايشة عمر كامل وهي بتدافع عن دور ما اختارتهوش. أخطر نسخة منك مش النسخة اللي اتكسرت، أخطر نسخة هي اللي اتعلمت تعيش مكسورة وتقول عادي. التعود كمان بيشتغل زي المراية القديمة في طرقة البيت. كل يوم بتعدي قدامها بتشوف نفسك بسرعة وتكمل. في الأول بتلاحظ عليها تراب، أو إن إضاءتها ضعيفة، أو إن الصورة فيها بهتانة. بعد فترة بتتعود على الانعكاس الباهت وتبدأ تفتكر إن ده شكلك الحقيقي، مع إن المشكلة مش فيك، المشكلة في المراية. وده اللي بيعمله التعود، يخليك تشوف نفسك من خلال انعكاس قديم. انت اللي بتشيل، انت اللي بتسكت، انت اللي بتستحمل، انت اللي ما بتطلبش. وبعد فترة تفتكر ان دي حقيقتك، مش مجرد مراية اتوسخت من طول الاستخدام. وأول ما سيادتك تبدأ تمسح المراية، الموضوع مش بيبقى مريح فوراً. فجأة بتشوف حاجات ما كنتش شايفها، بتشوف تعبك، بتشوف غضبك، بتشوف ان في حاجات كنت فاكرها صغيرة وهي معلمة فيك، بتشوف ان في بقعة على الحيطة بقالها سنين، بتشوف ان في صينية في ايدك مليانة بحاجات ما كانتش تخصك. ودي لحظة ناس كتير بتهرب منها، مش لان التعود جميل، لكن لان صحوة التعود بتوجع. انت مش بس بتشوف الواقع، انت بتشوف المدة اللي انت قضيتها وانت مش شايف. وده وجع من نوع خاص، لأن الانزعاج ده مش عدوك، ده دليل إن الإحساس رجع. مبروك. لما عينك تشوف العلامة تاني، ده معناه إنك ما بقتش جزء من البقعة. لما كلمة عادي ما تعديش بسهولة، ده معناه إن في حتة جواك صحيت. وأخيراً وأحياناً بداية النجاة مش فرحة، أحياناً بداية النجاة إنك ترجع تنزعج من شيء كان المفروض يفضل مزعج. لكن الإنسان لو فقد القدرة على الانزعاج من الشيء الخطأ هيحتاج وقت طويل جدا عشان يرجع يعرف الصح. ومن زاوية تانية، الرجوع للإحساس مش دايما مريح لكنه حقيقي، والوضوح مش دايما مبهج لكنه منقذ. ما تخافش من أول وجع يطلع بعد ما كنت فاكر إنك اتعودت. أحيانا الوجع مش معناه إنك رجعت لنقطة الصفر، معناه إن جهاز الإنذار ابتدى يشتغل بعد سنين من الصمت. التعود لا يبدأ عندما تقبل الواقع، التعود يبدأ عندما تتوقف عن ملاحظة إن الواقع كان محتاج يتغير. خلينا نكون عادلين، مش كل تعود وحش. في تعود بينقذك، في تعود بيخليك تعدي مرحلة قاسية جدا، في تعود بيخليك تقف على رجلك بعد فقد، في تعود بيساعدك تتعامل مع دور جديد ومسؤولية جديدة وظروف انت ما اخترتهاش. المشكلة مش في التعود كقدرة، المشكلة لما القدرة دي تتحول من وسيلة مؤقتة لطريقة إقامة دايمة، لما الحاجة اللي كان المفروض تساعدك تعدي تتحول لكرسي ثابت تقعد عليه سنين، لما وسيلة النجاة تبقى شكل للحياة، ولما الناس تبدأ تسقف لقدرتك على الاحتمال.
بدل ما تسأل مين حط كل ده عليك أصلا، في فرق كبير بين إنك تتعود علشان تكمل شوية وإنك تتعود علشان ما تسألش تاني. في فرق بين إنك تهدى بعد صدمة وإنك تتبلد قدام كل شيء. في فرق بين إنك تقبل واقع مؤقت وإنك تمضي عقد طويل الأمد مع واقع أقل من حقك. في حاجات مكانها مرحلة مش إقامة، وفي حاجات كان المفروض تساعدك تعدي مش تقنعك إنك تفضل. ومشكلة ناس كتير إنها ما سابتش المرحلة تعدي، هي اللي قررت تسكن جواها لأنها حفظت شكلها. وده يخلينا نراجع المهارات اللي بنفتخر بيها. مش كل مهارة عندك تستحق التسقيف. يمكن انت شاطر جدا في انك تخبي تعبك، شاطر في انك تشتغل وانت مطفي، شاطر في انك تهزر وانت مش حاضر، شاطر في انك تلم الدنيا قبل ما تقع، شاطر في انك ما تطلبش، شاطر في انك تختفي بأدب. دي مهارات؟ لكنها مهارات اتعلمتها في بيئة يمكن ما كانش المفروض تضطرك تتعلمها بالشكل ده. وساعات المهارة اللي اتعلمتها للنجاة تتحول بعدين لطريقة تمنعك تعيش. ومن زاوية تانية، التعود نعمة لما يساعدك تعدي، ومصيبة لما يقنعك تقيم، لأنه لا يسرق حياتك مرة واحدة، وهو يقنعك بنسخة أقل منها، ثم يجعلك تدافع عن هذه النسخة باعتبارها طبيعية. ودي مش قوة، دي بقعة كبرت لدرجة إنك بقيت تسميها لون الحيطة. أنا عاوز أسألك سؤال مهم. إيه الحاجة اللي بقيت شاطر فيها زيادة عن اللزوم؟ شاطر في الاحتمال؟ شاطر في الصمت؟ شاطر في التوقع؟ شاطر في إنك تحسب مزاج الناس قبل ما تتكلم؟ شاطر في إنك تنام وإنت قلقان وتصحى تكمل؟ أحياناً المهارة دي كانت زي المفتاح الاحتياطي، نافع في وقت ضيق، فتح لك باب مرة، لكن ما ينفعش يبقى المفتاح الوحيد لكل أبواب حياتك. في وقت معين لازم تسأل، الأداة دي لسه بتنقذني ولا بقت بتعطلني؟ لسه بتحميني ولا بقت بتخليني أفتح أبواب غلط بنفس الطريقة القديمة؟ أحيانا الإنسان بيخرج من الخطر لكنه بيفضل عايش بإعدادات الخطر نفسه. بيكون في مكان آمن نسبيا، بس عقله لسه ماسك المفاتيح كلها في إيده مستعد يجري. بيكون وسط ناس ممكن تسمعه بس صوته لسه واطي. يكون عنده فرصة يختار بس جسمه لسه حافظ الاستسلام. وده مش ضعف، ده أثر استعمال طويل لنظام دفاع قديم، لكن لو ما رجعتوش هيفضل يقود حياتك من الخلف. كأن في حد قديم جوه بيقول لك خليك على نفس الخطة، نفس السكوت ونفس التنازل ونفس الابتسامة هي اللي نجتك قبل كده. المشكلة إن الدفاع القديم لما بيطول بيبدأ يشتغل حتى في غير مكانه، زي مفتاح بيفتح باب زمان بتفضل تجربه في كل باب جديد، الباب ما بيفتحش، فتفتكر إن المشكلة في الباب مش في المفتاح. يمكن طريقتك القديمة كانت مفيدة، يمكن السكوت نجاك، يمكن التوقع حماك، يمكن إنك ما تطلبش قلل الصدمات، بس لو نفس الطريقة بقت تمنعك من القرب والراحة والاختيار يبقى محتاجة مراجعة. راجع، مش كل ما أنقذك مرة يصلح يقودك طول العمر. وده يقودنا لجملة مهمة، بدل ما تسمي ده إن ده طبيعتك، هو بس دفاع قديم نجح مرة فاستمر أكتر مما ينبغي. الدفاع كان مفيد في وقته، حماك، سطر عليك، عداك من مرحلة، لكن مش كل اللي أنقذك في الماضي يصلح إنه يقودك في الحاضر. في أدوات لازم تتشكر وتتخلع، مش لأنها كانت سيئة لكن لأن مهمتها خلصت. اللي أنقذك في فصل ممكن يعطلك في الفصل اللي بعده. خليني أرجع للبيت من ناحية تانية، مش كحيطان ولا سقف، أنا مش باشمهندس، لكن كحياة يومية. في جرس باب لو فضل يرن كل شوية، أول مرة هتقوم بسرعة، تاني مرة هتتوتر، 10 مرة هتتضايق، بعد فترة ممكن تسيبه يرن شوية حلوين قبل ما تتحرك. ولو كل يوم في حد بيرن عشان يسيب طلب أو مشكلة أو توقع أو مسؤولية على بابك، هتبدأ تفتكر إن ده الطبيعي، إن جرس بابك لازم يفضل يرن طول الوقت، إنك لازم تفتح، إن وجودك معناه الاستجابة. ومع الوقت مش بس هتتعود على الجرس ده، هتحس بالذنب لو ما فتحتش. وده بيحصل في العلاقات، في ناس رنت جرسك كتير لحد ما بقوا يتعاملوا مع فتحك للباب كحق مكتسب.
كل ما بيحتاجوا يرنوا، كل ما بيتزنقوا يرنوا، كل ما بيغضبوا يرنوا، وانت تفتح مرة عشان الحب، مرة عشان الذوق، مرة عشان الخوف، مرة عشان ما تزعلش حد، لحد ما يتحول بابك لمحطة خدمة. ومن زاوية تانية، المشكلة مش انك بتفتح الباب، المشكلة انك نسيت ان لك حق تختار مين يدخل وامتى وليه، وهل عندك مساحة اصلا ولا لا. بس خلي بالك، الجرس هنا مش بعيد عن البقعة، هو نفس الفكرة، حاجة تتكرر لحد ما تبطل تسأل ليه. الرنة بتبقى عادية، الطلب بيبقى عادي، اقتحام المساحة بيبقى عادي، الإتاحة الدايمة تبقى عادي، وكل ما حاجة تبقى عادي من غير مراجعة بتسيب علامة، علامة فوق علامة، لحد ما تلاقي الحيطة كلها بقت مليانة آثار وبقع. بس انت بتقول ده شكلها الطبيعي، ودي استعارة مهمة للتعود على عطاء بلا طلب. انت مش بوابة عامة، انت مش جرس مفتوح على طول، انت مش ترابيزة مدخل يسيب عليها الناس مفاتيحهم وشنطهم ويمشوا. انت انسان عندك مساحة داخلية، لو اتملت بحاجات الناس مش هتلاقي مكان لنفسك. والجرس لما يرن مش معناه انك تفتح فورا، احيانا اول خطوة في النجاة انك تسمع الجرس وتاخد نفس وتسأل هل ده دوري ولا انا بفتح لان جسمي اتعود يفتح. هنا يجي دور بسيط جدا بتاعك. مش هقولك اكتب تعليق علشان التفاعل ولا هطلب منك تعمل حاجة بره روح الحلقة، لكن لو انت بتسمع ولقيت كلمة واحدة طلعت من جواك اكتبها، مش كتعليق على الفيديو بس، لكن كأنك بتحط دبوس صغير على حاجة كانت سايبة علامة وما كنتش شايفها. قلق، سكوت، إهانة، تحكم، استنزاف، انتظار، عطاء زيادة، جرس بيرن، صينية تقيلة، أي كلمة، الكلمة الواحدة أحيانا بتفصل الشيء عنك، تخرجه من جوه الضباب وتحطه قدامك على الترابيزة، ولما الشيء يبقى قدامك يبدأ يفقد سلطته الهادية عليك. مش لازم تحكي قصتك، مش لازم تفتح تفاصيلك، لكن الكلمة الواحدة ساعات بتعمل شق في الحيطة، وأحيانا شخص تاني يقراها ويقول أنا مش لوحدي، في حد تاني شايل نفس الصينية، في حد تاني فاتح نفس الباب كل مرة، في حد تاني عنده نفس البقعة اللي ما بقاش شايفها. وده جزء من معنى السلسلة دي. احنا مش بنعمل وصفات جاهزة، احنا بنحاول نعيد تسمية الأشياء، نحط ايدينا على الشيء اللي اتغطى ونقول هو ده. هنا بص، يمكن مجرد انك تبص يبقى بداية مش قليلة. خلي بالك، دي حركة صغيرة ضد التعود، لأن التعود بيعيش في غير المرئي، في الحاجة اللي ما بتتقلش، في الكلمة اللي ما بتفضلش جوه الحلق، في البقعة اللي اتغطت بلون قريب من لون الحيطة. فأول ما تكتب كلمة انت مش بس بتعلق، انت بتخرج حاجة من الخلفية وتحطها في النور، وده أحيانا بيكون أقوى من قرار كبير، لأن القرار الكبير من غير رؤية بيتكسر بسرعة. ومن زاوية تانية، يمكن أهم حاجة مش إنك تخرج بقرار، لكن إنك تخرج بملاحظة. قرار من غير ملاحظة بيتحول لحماس مؤقت، لكن الملاحظة الصادقة بتفضل تشتغل جواك. اكتب ولو كلمة واحدة، مش عشان الناس تشوفك، لكن عشان انت تشوف الحاجة اللي فضلت سنين شايفاك من غير ما تشوفها. خلينا أقولها بحنية شوية، مش مطلوب منك بعد الحلقة دي تقلب حياتك ولا تسيب كل حاجة ولا تواجه كل الناس ولا تعمل ثورة على نفسك، دي مش واقعية. اهدى وافهم، ولا رحيمة. التعود بيتبني ببطء وبيتفك بوعي متكرر. المطلوب أبسط وأصعب في نفس الوقت. راجع كلمة عادي قبل ما تطلع منك. لما تقول عادي اسأل عادي فعلا ولا أنا اتعودت. لما تقول أنا كده اسأل أنا كده ولا أنا اتدربت أبقى كده. لما تقول مش فارقة اسأل هي فعلا مش فارقة ولا أنا بطلت أسمع الفرق. الأسئلة الصغيرة دي ممكن تبان بسيطة، لكنها بتعمل حاجة مهمة. بتبطل التلقائية لحظة. في حاجات ما بتحتاجش قرار فوري، بتحتاج بس انك تبطل تديها تصريح إقامة دائم. تبطل تقول دي حياتي على كل حاجة، يمكن تكون مرحلة. تبطل تقول دي شخصيتي على دفاع قديم. تبطل تقول ده الطبيعي على معيار اتعمل في ظروف غير طبيعية، لأن اللي بيتراجع في لغته بيبدأ يتراجع في الواقع. أول ما الاسم بيتغير علاقتك بالشيء بتتغير، ودي مش لعبة كلمات، دي بداية تحرير. الإنسان ساعات ما بيخرجش من الباب أولاً، أحياناً بيخرج من الجملة اللي كانت قافلة الباب عليه. اسأل نفسك إيه اللي بطلت ألاحظه؟ إيه اللي لو حصل لحد بحبه كنت هخاف عليه لكن لما بيحصل لك بتقول عادي؟ إيه المهارة اللي اتعلمتها في ظروف صعبة ولسه بستخدمها رغم إني مش في نفس الظروف؟
الأسئلة دي مش سهلة بس فيها حياة، لأن الإنسان طول ما بيسأل هو لسه صاحي، وأول ما يبطل يسأل التعود بينام مكانه. والأسوأ من النوم إنك تفتكره راحة. ومن زاوية تانية، بعض الأسئلة مش معمولة عشان تجاوب عليها فوراً دلوقتي، معمولة عشان تفضل تتسأل وتمشي معاك الطريق. وساعات السؤال الصغير بيعمل النصايح الكبيرة ما عرفتش تعمله، لأن السؤال بيشق طبقة التعود من غير عنف. التعود لا يهزم بالصراخ، أحياناً يهزم بسؤال هادي يرجع البقعة مرئية. أنا بدأت الحلقة إني قلت إني مش منبهر بتحملك، وعايز أختم من نفس المكان بس بحنية أكتر. إهدى، مش عشان أقلل من قوتك، لكن عشان يمكن قوتك تعبت. يمكن الجزء اللي كان بيشيل كتير محتاج حد يقوله ينفع تحط الصينية شوية، ينفع ما تفتحش الباب لكل رنة، ينفع تسمي اللي حصل باسمه من غير ما تحس إنك بتخون حد، ينفع تعترف إنك اتعودت على حاجة ما كانتش مناسبة من غير ما تلوم نفسك إنك اتعودت. التعود ساعات كان طريقة نجاتك الوحيدة وقتها، فبلاش تقسو على نفسك لأنك استخدمت الأداة المتاحة وقتها. بس في نفس الوقت ما تخليش الأداة تبقى قدرك. ابدأ بحاجة صغيرة، لاحظ كلمة عادي، بص على البقعة من غير ما تجلد نفسك، شيل كوباية واحدة من على الصينية، جرب تأخر الاستجابة لجرس واحد، اكتب الكلمة اللي بتخاف تسميها، اسأل نفسك قبل ما توافق، هل ده حبي ولا اعتيادي؟ هل ده دوري ولا دور اتساب فوق دماغي؟ هل ده اختيار ولا حركة قديمة وجسمي حافظها؟ مش لازم تعمل كل ده مرة واحدة، خطوة واحدة كبداية كفاية، لأن الهدف مش إنك تبقى نسخة مثالية، الهدف إنك ترجع تبقى حاضر في حياتك بدل ما تعيشها بالتعود. ولو هسيبك بجملة واحدة فهي دي: التعود ما بيسرقش حياتك مرة واحدة، التعود بيقنعك بنسخة أقل من المفروض تعيشها، وبعدين يخليك تدافع عن النسخة باعتبارها طبيعية. ودي الكارثة، إنك ما تبقاش محتاج حد يمنعك من الحياة، يكفي إنك تتعود على أقل منها، يكفي إن البقعة تبقى لون الحيطة، يكفي إن الصينية تفضل في إيدك، يكفي إن الجرس يفضل يرن، يكفي إنك تقول ماشي لحد ما تكتشف إنك ماشي فعلا بس مش في اتجاهك. ومن زاوية تانية، يمكن الصحوة مش لحظة كبيرة، يمكن الصحوة لحظة هادية جدا جدا تبص فيها على حاجة قديمة وتقول دي غريبة، أنا بطلت أستغرب ده إمتى. من هنا يبدأ الخيط يفك، مش بسرعة، مش باستعراض، لكن بصدق وبراحة وبطبطبة. انت مش مطلوب منك تعاقب نفسك علشان اتعودت، انت مطلوب منك ترجع تاخد ايد نفسك بهدوء وتقول لها انا فاهم انت اتعودتي ليه، بس يمكن نبدأ نطلع واحدة واحدة، لان الانسان لا يخرج من التعود عندما يكره نفسه، هو بيخرج من التعود عندما يستعيد حقه في ملاحظة حياته والرفق بها. ومن هنا يبدأ كل شيء من زاوية.